السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وبناتي وامهاتي. اتمنى يا رب تكونوا بصحة وبخير. اتمنى منكم الدعم والاشتراك واللايك للقناة لو سمحتم، واللي جديد معانا اتمنى يشترك معانا، واتمنى القناة تعجبكم باذن الله. ما تنسونيش في اللايك والدعم للقناة لو سمحتم. تعالى حبايبي نعمل مع بعض الفطير المشلتت بتاع الصعايدة، ان شاء الله يعجبكم. شايفين حبايبي الفطيرة خفيفة خالص كده وبترفرف اهي، ما بتضغطيش معاي. عشان ايه؟ عشان ريحت العجينة قبل ما انا افرطها اصلا. شايفين انا بعمل فيها كده من غير سمنة ولا زيت ولا اي حاجة لسه. حتى لو اتقطعت منك ما تخافيش، المهم تكون خفيفة العجينة عشان تبقى حلوة خالص في القرص كده ومورق معاكي، ما يبقاش تخين الطبقة بينها وبين بعضها. وده حبايبي سمنة، حطي يعني مش كتير خالص، بس هو بيحب العجين بيحب السمنة الكتير. كل ما تبقى كتير فيها يعني هتبقى حلوة خالص ومورقة معاكي، وما تخافيش عليه ان شاء الله يطلع معاكي وهتدوقي من ايديكي احلى الفطير ان شاء الله. دربه ومش هتخسري حاجة. اهم حاجة ان احنا ندربه احسن من ان احنا ما بندربوش خالص. بناتي الحلوين اللي لسه جداد، اعمليه بايديكي انضف احسن ما تشتريه من برا. واللي بيدرب احسن ما بيدربش خالص. لازم تدربي مرة واتنين، مرة حلو مرة مقبول مرة يتاكل. الناس كلها كده يا حبيبتي، لازم حبيبتي تدربي ايديكي كده على طول. كل ما بتدربي ايدك بتاخد على الحاجة وبتفهمي لها اكتر وبتتعلمي منها اكتر. شايفين كده انا طبقته كده كل طبقة تحط عليها سمنة زي ما شايفاني كده، عشان خاطر ما يعدنش في قلب بعضه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ما تنسونيش في الدعم للقناة والاشتراك لو سمحتم. واللي لسه اول مرة يشوفني اتمنى يشترك معايا في القناة، وباذن الله كلها مصداقية ان شاء الله، ولا تلقاني مش هتلقيه برا باذن الله. يعني انا بقول كل حاجة بطبيعتي، انا ما بحذفش حاجة وما بشيلش اي حاجة. واتمنى الدعم من اخواتي اللي مشتركين معايا في القناة. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك للقناة لو سمحتم. ادي يا حبايبي انا لميته كده على بعضه. هجيب الصاج او الصينية على حسب الحاجة الفاضية اللي انت بتعملي فيها. دي صيدان كبيرة انا مشترياها، يعني بوسع صينية البسبوسة كده الوسطانية ده. الصاج ده كبير مش صغير. انا قلبوه على الحتة دي عشان خاطر ما يفتحش منك. وهتدهني على وشه سمنة كتير. العجينة دي يدوب ملح ودقيق وبس ومية، مفيش حاجة تاني. انا ما ضفتش اي حاجة تاني غير دقيق وملح ومية. دي عجينة زي عجينة الرقاق الطري. ادي حاجة تدهنوه كده كويس خالص وتسيبيه ترتاح شوية. تسيبيه يرتاح شوية عشان من الرق وده بيبقى يشد معاكي مش هيرضى يتفرد. اول ما بيرتاح احنا بنفرطوه زي ما انت شايفاني كده على الصاج ده. وسع الصواني دي انا مش شاريهم مخصوص عشان خاطر الجروز الفينو اي حاجة من دي، بيبقى صاج كبير احسن من الصواني الصغيرة دي ما بتشيلش. وبناتي الحلوين عاوزاهم يدربوا كل حاجة ويبقوا شطار. البنات اللي لسه مبتدئة اتمنى يدخلوا المطبخ ويعملوا الاكل بيديكي احلى من انك تشتريه من برا، وانضف وامن بكل احوال يعني. واتمنى منكم اللايك الحبايبي، اتمنى ما تنسونيش في اللايك لاختكم والدعم للقناة لو سمحتم. انا حبيبي خلصت كل الكمية اللي معايا، خلصتها وبططها زي ما انتوا شايفين كده فرطتها. هروح على الفرن عشان خاطر نحطهم فيها ونولع الفرن
ونخبزهم فيها. شايفين حبايبي، شايفين هو اتنفخ ازاي؟ ده علامة ان هو ناجح وانه قلبه مليان هوا، وانه الفطير اللي جواه مورق مش مكتوم. شايفين حبايبي منفوخ كده وعالي كده وحده. انا حبيت اقرب الكاميرا علشان تشوفوه اكتر وهو عالي. شايفين قبيب ازاي من الصاج وهو في الفرن عالي. انا حبايبي اهو بعد ما استوى معايا حبيت اوريهولكم. شايفين الفطيرة رهيفة ازاي ومورقة، خفيف خالص، ناعم كده، مش بيشد ولا بيمط معاكي. ده دليل ان هو ناجح وحلو معانا. تاكليه بالعسل، تاكلوه بالجبنة القديمة. انا بفضله عن العسل الاسود، بيحبوا ياكلوها والعسل النحل. شايفة حبيبي كده مورق ازاي؟ متنسونيش في اللايك والاشتراك للقناة لو سمحتم عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. واللي مشتركش معايا اتمنى يشترك.